هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية. الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم خير الدين باشا، مسلسل إذاعي من تأليف علي دب وإخراج محمد المختار لوزير. تيتا، أهلا بك. كم وددت أن يتم الشلح في عهدك. لست نادما على ما فعلت، كنت أمينا على مصلحة البلاد، ومهما يكن فهنيئا لك. هل تسرفني بحضور الزفاف؟ مبروك يا تيتا. لعلك تعلمين أني لا أغادر قصري إلا بإذن مولانا. هل آتيك بالإذن؟ سأكون وقتها كالأسد المكمم. هنيئا لك بالياهو عتال. سنسافر إلى باريس. ولكن ستعودان، فليس أجمل من هذه البلاد يا تيتا. قمر، هاتي قهوة للسيدة تيتا. كم كنت أود أن يتم غبط تونس بالجزائر في عهدك يا خير الدين. وهذا ما كانت تقوله تيتا منذ حين، وقلت لها لست نادما على شيء. ولكني نادم، فنحن دعمناك وأنت منا، والمسألة لا خطر منها. بحكم الفرمان والعلاقات الدولية لا حق للباي أن يمضي شيئا كهذا. لا علينا، جئت أنصحك، فالباي يغار منك ولا يطيقك، فهو رجل جاهل، وكلما زاغ البلاد أحد الأعيان والشخصيات المهمة طلب مقابلة خير الدين. يخشى أن تتفق فرنسا وتركيا على تنصيبك واليا على المملكة. ما زال يسمع لذلك المخرب. ولكن مهما بلغ من المعجزات فلن تتفق الدولتان عليك. المهم أنه غير راغب فيك، وسيجبرك في وقت ما على الهجرة أو المحاكمة. لن أهاجر وسأظل هنا. ستهان وتحاكم وتموت في قصرك معزولا كالمجزومين، ومع ذلك فسأعيش في ذاكرة الأجيال حياة أطول من الباقي، وأطول من محظيته بن اسماعيل. مرة أخرى أعرض عليك الحماية الفرنسية. أشكرك على هذه العواطف، وسوف لن أحتاج لها. إذا احتجت لنا أعناك، وإذا اضطرك الباي إلى الهجرة لا تبع أملاكك إلا إذا تشاورت معي، أنا صديق. ها أني أزورك لأذكرك بأعاجيب الدنيا يا خير الدين. لست نادما على تطبيق القانون ضدك يا الإذاعة التونسية، وكم أود الحية أن يقول في القانون ما قاله فيك، وأن تتوفر لي من النزاهة ما وفرته لك، ومع ذلك لن يجرؤ أحد على اتهامي يا خزندار. ما أسهل التهم في قصر مولانا يا خير الدين. أتظن نفسك وزيرا أوروبيا؟ كل شيء هنا محكوم بالنزوة. أين أصدقائك؟ أين رستم؟ أين حسين؟ أين النخبة؟ كلهم اقتنع بمنصبك، لا أحد يزورك إلا بإذن مولانا، ولا يأذن مولانا إلا لمن أحب. أنت في وضع يشبه وضعي، لكن لا علينا. زرتك يا خير الدين للإطمئنان عليك، بل للتشفي.
لا بأس يا خزندار، فأنت شريكي في ابنتي فوز. فوز في ذمتي. اطمئن. كأنك تبشرني بالنهاية السيئة. إلا إذا قبلت الهجرة. سوف أبقى هنا، سأظل في تونس. حاكموني، فتشوا عما فعلت، أتحداكم جميعا. قمر، ماذا تريد يا زهير؟ اذهب من هنا وإلا سمعك خير الدين. من؟ خير الدين؟ إنه أسد بلا مخالب ولا أنياب. اسمعي يا قمر، أرأيت؟ لقد صرت يوزباشي وسأكون جنرالا. كن ما شئت، فأنت زهير خادم الخزندار وخائنه وخادم بن إسماعيل. يكفيك سب أنك تخدم رجلا لا أخلاق له ولا ذمة. سيحاكم خير الدين وسيعدم. قمر، سأرغمك على الزواج. سأموت ولا أتزوج أمثالك. انصرف يا خبيث. هذا بن إسماعيل. سيقود خير الدين للمصير المحتوم. يا فرحتي يا فرحتي. هل انتقيت لنا بعض النفائس لمولانا يا زهير؟ كنت في انتظارك، سندخل معا. إذا تحرك أي واحد منكم داخل البوابة قتلته. أرسلني مولانا لتحيتك يا خير الدين. لست أهلا لتحية أحد. انصرف يا مصطفى وإلا ألهبت رأسك. ستندم. أترفض تحية مولانا؟ قل له ذلك. لن يدخل أحد قصري وأنا فيه. إذا كنت محل تهمة فدونكم والمحاكم. إنهم يطلبون سفرك يا أبي. قلت لهم بصوت عال لن أغادر بلادي. رستم وحسين ينصحانك بالسفر إلى الباب العالي والضغط على البي من هناك. لا علاقة لي بالباب العالي، أنا هنا، فليفعلوا ما شاءوا. إنك تتألم يا أبي. لا أتألم من الأعداء ولكن من الأصدقاء. كلهم حافظ على منصبه وقاطع زياراتي. رستم يسافر من بلاد إلى بلاد. يتعللون بذلك، يتهربون مني. حسنا، إنهم يرغبون في هجرتي لأن مصالحهم مهددة، حتى رستم وحسين، ولكني لن أحتاج لأحد. لقد وجدت على الأقل الإذاعة امرأة التونسية تقف بجانبي. الذاكرة الحية. انصرفي يا فوز. سأبقى هنا إلى أن يتقرر مصيرك. سأموت معك. إنهم لا يقدرون على قتل ذبابة. سأظل هنا في القصر إلى أن أموت. هذا كل ما يستطيعون فعله. ولماذا أطوف في الشوارع؟ إني أعرفها جيدا وأعرف رأي الناس في. شيء واحد ندمت عليه، يوم عرض علي حيدر للتضحية بالباي فرفضت، لأن البلاد قد تدخل في دوامة. يقول إن الباي أخطأ لمنحه فرنسا خطا حديديا رابطا. سيعلم من المخطئ ومن المصيب يا بن إسماعيل. لقد فرط لنا في مصالح كثيرة. لقد نقبنا وسألنا فلم نعثر على سرقة ولا اختلاس، فهل ندلس الدفاتر؟ سنحاكمه على التقصير. قصر في الصلح مع تيتا وأثار علينا غضب الدول الصديقة ومنح راف لزمات وأشياء أخرى. اتصل بخزندار وأعد معه التهم التي يستحقها خير الدين. محاكمة خير الدين قد تثير عليكم إشكالا وحملات صحفية، وللرجل أصدقاء في كل مكان. سنحاكمه على التقصير والمزايدة والتصلب يا رستم.
أتنسى أنه وقف ضد منحكم لزمة السكك؟ الخارجية ترفض إدراج هذه التهمة، ووزير خارجيتنا ينصحك بالتغاضي عن خير الدين. أنا صاحب الأمر، وخير الدين لم يكن صالحا لنا لولا إلحاحكم علينا، ومع ذلك لن نظلمه أو نتجنى عليه. كن واثقا من وعدي. دعه يذهب للعلاج، فالرجل مصاب بالروماتيزم. ليس قبل المحاكمة، سنرى ما له وما عليه يا مستر رود. الخارجية البريطانية تنصحكم بالعفو عن خير الدين، فليس في ملفاتنا ما يدين الرجل. سنرى إن كان بريئا يا مستر رود. بلغني أن فرنسا تتوسط لإنقاذ خير الدين يا سيد رستم. ليس من أجل خير الدين، ولكن الخارجية تضغط على خير الدين كي يهاجر، فإذا هاجر اضطر لبيع أملاكه، وإذا وضعها في المزاد العلني فلا أحد قادر على منافستنا، وهكذا عدة عصافير بحجر واحد. ولكن الأملاك ستصادر يا سيد رستم. لا تقدرون، فرنسا ترفض ذلك. سيأتي محامون كبار من باريس سخرهم السيد فيليب. اضغطوا على السيد فيليب، نحن في حاجة لأمواله كما كان هو في حاجة لأموال صهره. الوضع يختلف، وخير الدين رجل شريف ونزيه، وستشن عليكم الصحف الفرنسية حملة شعواء. لا تحاكم الرجل، انصح مولاك. الإذاعة التونسية. أرأيت يا ابن إسماعيل كيف يفكر هؤلاء؟ يشترون أملاك خير الدين، أنا أحق بها. لو لم يكن أحد مماليكنا لكان عبدا حقيرا. الباي أحق باسترداد ما وهب، على الأقل هنشير ننفيذه. هل نمضي في إعداد التهم؟ بأسرع ما يمكن. هؤلاء الأجانب لا هم لهم إلا الكسب الرخيص. بلغ هيئة المحكمة برئاسة ولي العهد، نفس المحكمة التي حاكمت الوزير السابق. لكن البعض يتعلل بالمرض والبعض سافر. سأرغمهم على إدانة خير الدين. قل لهم هذه رغبتي، ومن خالفني خالف الرشد. أنا أحق بالمنصب من أي إنسان، فأنا قهرت علي بانقذاهم. إنك رجل حرب يا زروق، ولست رجل سياسة، ولكني سأختار هذه المرة رجلا مسنا ثقة، هو أحمد الخزندار، لبضعة أشهر فقط. وإذا انتهينا من قضية خير الدين عندها يكون لدي وزير حقيقي. كنتم مع خير الدين باشا، تأليف علي دب. خير الدين باشا مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.